نفعل السبب صح، لكن لا نظن أن أرزاقنا غير مكتوبة. كل الأرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، الله كتب الأرزاق وبارك فيها. أهم شيء أنه يبارك فيها. اسألوا الله البركة في أرزاقكم وفي عيالكم وفي زوجاتكم وفي أزواجكم وفي بيوتكم. ما تظن الكثرة هي الرزق. الكثرة قد تكون تعجبك شكلا، لكن إذا محقت بركتها ما لها قيمة. يمحق الله إيش؟ الربا ويربي الصدقات. أحيانا الربا بالملايين يضيع لأنه حرام، والصدقة قد تكون ريالات لكن تبارك الله فيها. والله نعرف بعض الناس يقول راتبي 5000 6000 ريال والحمد لله فيه بركة، يسد حاجتي وقايم يعني يغطي حاجاتي. وغيره يقول استلف 30000 لكن أنا والله مديون تروح وأنا ماني مديون. وغيره يأتيه مال. لذلك اسأل ربك أن يبارك فيما يعطيك، سواء في الولد ولا في المال أو في غير ذلك.